أنه يجب أن نعترف بأن هناك في بلادنا أسر فقيرة، وهذه الأسر الفقيرة تعملت لها واحد الإجراءات اللي ما كانتش كتميز من بينها مع مختلف الأسر الأخرى، سواء الميسورة ولا المتوسطة ولا العادية، ما كانش تمييز. كيمشي الفقير يشري البوطة ب40 درهم، وكيمشي رجل الأعمال يشري البوطة ب40 درهم. إلا كان هذاك رجل الأعمال عنده واحد الحس مواطناتي عالي، كيمشي ياخذ البروبان باش يخلصوا ب500 درهم الثمن الحقيقي ديالو، وإلا ما كانش عنده لسبب أو من الأسباب كيمشي يشريها ب40 درهم، في حين أنها مخصصة للأشخاص ذوي الدخل المحدود. نفس الشيء تعمل بالنسبة للسكر، نفس الشيء تعمل بالنسبة للدقيق. هذه الحكومة قررت أن تتعامل مع الأسرة المغربية المحتاجة للدعم بشكل مباشر، وأن نبني علاقة ثقة مع هذه الأسر. لماذا؟ لكي نصل إلى مرحلة من النضج في التدبير شؤون الدولة يتأسس على ايش؟ ماشي تدبير الفقر، على إقرار سياسات عمومية تدفع الناس أنهم يخرجوا من الفقر. لأنه إلا بقيتي كتدعم البوطة ب40 درهم لمدة يستفد منها الغني واللي عنده واللي ما عندوش، كتبقى تحافظ على واحد النمط. يجب أن تنهض بتلك الأسرة التي تحتاج عبر سياسات مباشرة، وهذا واضح في التوجيهات الملكية ديال صاحب الجلالة. لذلك انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.